السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي الفوز التاريخي على نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. يثبت النادي الأهلي إن هو الزعيم في القارة الإفريقية، بدليل إن هو اتحول من نادي إلى نادي تاني خالص من المجموعات إلى الأدوار النهائية، وإن هو يوصل للمرة الرابعة إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وللمرة الأولى إن الأهلي يغلب نادي الترجي 3 أهداف على أرضه. مفيش نادي لا عربي ولا نادي إفريقي قدر إن هو يحقق المعادلة ديت أبدا. وتحول النادي الأهلي من مباراته أمام صن داونز 5-2 إلى نادي تاني آخر خالص، ويكسب بعدها 5 مباريات متتالية. انتوا متخيلين النادي الأهلي قدر إن هو يكسب 5 مباريات متتالية؟ وكمان يعني شباكه نظيفة، ما دخلش في أي هدف. يعني النادي الأهلي لعب 5 مباريات متتالية ما دخلش أي شباكه أي هدف. كان منهم طبعا لعب مع الرجاء ولعب مع القطن الكاميروني ولعب مع الهلال السوداني. وإن شاء الله إن المباراة الجاية هتكون في مصر يوم الجمعة الجاية إن شاء الله على أرض النادي الأهلي. الهدف الأول جه عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 7 وسط ضغط للنادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي. طبعا بعد الهدف دوت النادي الأهلي المعنويات ارتفعت بطريقة كويسة جدا، وقدر إن هو يمسك معظم الماتش ويستحوذ على الماتش. الهدف التاني برضو جال بيرسي تاو في الدقيقة 55 من مراوغات كده لبيرسي تاو. قدر إن هو يعمل كام مراوغة كده وبعدها يشوط ويحرز الهدف التاني. الهدف التالت جه طبعا للفولت العالي كهربا بتمريرة ولا أجمل ولا أروع من حسين الشحات. عملها له طبعا بطريقة سحرية، طبعا خلاه هو والجون. طبعا يعني كرة سهلة جدا لكهربا، حطها الجون التالت للنادي الأهلي. طبعا كان في تغييرات. طاهر محمد طاهر بعد ما نزل ضيع، يعني اعتبر جونين لوحده بطريقة غريبة جدا. منهم كورة كان ممكن ان هو يمررها ناحية اليمين لمحمد شريف لانه كان فاضي تماما، كان هيبقى هو والجون. بس بصراحة محمد طاهر عملها بطريقة غلط جدا وشاطها وطلعت فوق الجون. كان ممكن يديها لمحمد شريف عشان محمد شريف يؤكد الهدف الرابع ويحطم يعني تماما أي أمل لنادي الترجي التونسي. الحمد لله كده، يعني إن كده الأهلي أثبت إن هو الزعيم في إفريقيا، وإن مفيش أي حد يقدر يشكك في قدراته بعد كده، لأن النادي الأهلي في حتة تانية خالص. يعني حتة مفيش فيها أي حد، يعني النادي الأهلي في حتة تانية خالص غير أي نادي تاني، لأن شخصية لاعب النادي الأهلي غير شخصية أي لاعب تاني. والدليل على دوت إن هو تحول من مباراة صن داونز 5-2 إلى نادي تاني خالص، وقدر إن هو يعمل المعادلات الصعبة وإن هو يوصل للنهائي 4 مرات متتالية ورا بعض. طبعا ديت أرقام كلها قياسية للنادي الأهلي إن هو قدر إن هو يعمل ده. وكمان من يعني كمان من ضمن الأرقام القياسية اللي عملها النادي الأهلي إن النادي الأهلي قدر إن هو يحافظ على شباكه نظيفة ل5 مباريات متتالية على التوالي. ودوت طبعا يعني حاجة كويسة جدا للنادي الأهلي وكل محبين النادي الأهلي. يا ريت لو عجبك الفيديو اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.